إلا أنه عندنا مرجعية وعندنا مراجع. المرجعية مقدسة مثل الإمامة، مثل النبوة. المرجعية امتداد للإمامة. الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ قال حوادث الواقع أرجع إلى رواة أحاديثنا، يعني العلماء إلى المراجع، إلى المرجعية. فالمرجعية هي النيابة العامة عن مولانا صاحب الأمر، فهي مقدسة. كما الإمامة عندنا مقدسة، المرجعية مقدسة، بس يبقى الشيء واحد، وهو عندنا مراجع. المراجع على صنفين مثل العلماء. بالأحاديث عندنا علماء الصلحاء وعندنا علماء السوء. ايش قد عندنا حديث عن علماء السوء وصفات علماء السوء. لذا الفقهاء على شكلين: عندنا فقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لمولاه. وعندنا علماء لم يصن نفسه. هسه أضرب لك مثال. مثلا عندك مرجع فقيه يقول لك أنا مرجع فقيه، صحيح مرجع فقيه ودارس بالحوزة، قبلنا. لكن يا أخي ليس كل فقيه له حق المرجعية وأنه نرجع إليه. المرجعية يعني نرجع إليه. فالمرجع الذي نرجع إليه يعني مرجعية إلى صفات الخاصة، إلى شرائط الخاصة، 7 شروط 10 شروط. هاي الشروط اللي موجودة بالروايات. زين أنا المرجع مالتي مثلا يدعي المرجعية ويدعي على أنه هو من تلامذة فلان، على رأسي ما يخالف، قبلنا. لكن صائنا لنفسه، أكو صيانة نفس. مرجع مثلا أفرض في المجتمع العام، مثلا سأضرب لك مثال حتى أقرب لك المثال، أنه يعلج. شو واحد يعلج؟ مرجع ده يعلج، أنا ما أقبلك مرجع، لأن هذا لم يصن نفسه. صحيح لم يفعل حراما، العلج مو حرام، لكن أكو فالشيء اللي لا يليق بمن يدعي المرجعية. مثلا أفرض يكرز حاب أمام الناس، بيته يكرز حاب، هاي مو مسألة. أما أنه أمام الناس بالمجتمع، أفرض قاعد بالديوانية أو مكتب مالته، مكتب سماحة المرجع، والحب قدامه وده يكرز، هذه مو حلوة، لم يصن نفسه. أو مثلا أفرض مرجع، شلون أضرب لك مثال أخاف لا سمح الله ينتقل ذهنك إلى فد واحد، مثل مرجع يلعب كرة السلة. هي صحيح كرة السلة مو حرام، رياضة جيد، لكن كمرجع لا سامح الله ينتشر أمام الناس انه مرجع يلعب كرة السلة مثلا او كرة الطائر او ما شابه ذلك، هاي مو حلوة. شو المرجعية هاي؟ لذا احنا مكلفين انه نشخص. شوف اهل البيت عليهم الصلاة والسلام دائما اعطونا، وبالعلامات وبالنجم هم يهتدون. اعطوا علامات المتقين، خطبة همام، علامات شوفوا ابن نهج البلاغة، علامات المنافقين، حتى تعرف هذا منافق او هذا مؤمن من خلال العلائم. لذا علامات الفقهاء الصالحين، علامات الفقهاء الطالحين. عندنا فقيه طالح وعندنا فقيه صالح. على المرجعية لا تحكي، المرجعية مقدسة. نعم فلان يدعي المرجعية وهو ليس أهله، عندك دليل قول يا بهذا الدليل بهذا الدليل أنا ما أشوف هذا أنه يصلح أن يكون مرجع لي، أنا ما أرجع إليه، ما يخالف. واحد يقول لك لا أنا أشوف هذا الذي تذكره قابل للنقاش، أو أنه أنا ما أقبله، أنا فلان أعتبره مرجع وأعتبره مثلا صائلا لنفسه حافظا لدينه، على رأسي. إذا واقعا ثبت إلك على أنه صائلا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لهواه، مو إنسان يتبع الهوى يحب الدنيا والظهور وما شابه ذلك، أنا يقول دائما يقول أنا فلان أنا فلان، لا، متواضع. سيد الإمام رحمة الله عليه يقول أنا طالب، أنا طلبة، ما يقول أنا عالم، ما يقول أنا مرجع أبدا. مراجعنا ما تسمع واحد منا يقول أنا مرجع تقليد أو أنا فلان أو أنا الأعلم أو أنا العالم، أبدا ما عندهم شيء. مرجعية مقدسة متواضعة. دائما سيد أبو الحسن يكتب أحقر الحقراء أبو الحسن الإصفهاني. شوفوا أنتم التواقيع مراجعنا، العبد بهجت، العبد بهجت. مرجعنا هالشكل، ما يقول انه انا الاعلم انا العالم انا الفلان، لا، يقول لك انا طالب انا طلبه انا انسان. يتواضعون لله الله يرفعهم، من تواضع لله. لذا اكو علائم اكو مشخصات. فهذه لازم نخليها دائما بذهننا، انه كياننا عظمتنا وجودنا الان مراجعنا. الان من يحفظ العراق وحقق مع وجود هذا المرض السرطاني اللي الان يصير بالعراق، داعش وجماعه داعش،
الله يخذلهم بحق محمد وآل محمد إن شاء الله عن قريب الله يخذلهم. وهذا من اللي يحفظ العراق الآن؟ المرجعية تحفظ العراق، وعكس نشوف آثار المرجعية وبركات المرجعية شلون يحفظ العراق من جماعة داعش والذين ينصرون داعش، ذول المنافقين اللي ينصرون داعش، الله سبحانه وتعالى كيف يحفظهم. الله إن شاء الله معنا بحق محمد وآل محمد.